كل الميكروبات اللي تصيب الانسان سواء فطر سواء فيروس سواء بكتيريا كلها قادره على تطوير نفسها للاستمرار في الحياه. يبقى كلها بتعب. البكتيريا عملت ايه؟ اما خدت المضاد الحيوي وعشان الاستخدام العشوائي بتاعنا وعشان احنا بنستخدمه احيانا فترات قليله حتى مع البكتيريا اللي هتستجيب، فاصبحنا مكشوفين امام هذا العدو. فابتدت البكتيريا وهي اكثر علما مننا وتطور ابتدت انها تعمل انزيمات وجينات مخصوصه وتطلع لها مواد تبطل هذه المضادات. حاجه الاجيال الحديثه من البكتيريا يعني بتاعت النهارده هتخلف بكره او بعد مثلا 8 ساعات، البكتيريا الجديده بتاخد الخبرات السابقه للبكتيريا القديمه وبتاخد كل مصوغات الحياه. يعني بتاخد جين وانزيم يقول لها خلي بالك ممكن تاخدي مضاد حيوي في اي مكان في العالم، ده يبقى انت خلاص تعملي ايه؟ تروحي تبطليه او توقفيه عند حده. يبقى اصبحنا مكشوفين امام البكتيريا عشان احنا كشفنا انفسنا. ادي واحد. حاجه الثانيه المضاد الحيوي مش بس انا بستخدمه الطبيب، لا ده المريض والصيدلي والمواطن